ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما يا رب. بص الحلاوة والجمال دون هنعملها مع بعض بأبسط وأسهل طريقة زي ما احنا متعودين. ولا حاجات بقى معقدة ولا لازم يكون عندك ولا أي حاجة. باللي عندك هتعملي أحلى طبق شيش طاووق زي ما انت شايفاه. طبق يشرفك كده وانت بتاكلي مع أولادك أو على سفرة أو في أي عزومة. حاجة كده تفرح وخفيف كده وحاجة يعني في الحر اللي احنا فيه ده، وانا عايزين اكلات خفيفة وسهلة وسريعة. هنعمل مع بعض احلى شيش طاووق بابسط واسهل طريقة زي ما احنا متعودين مع بعض. بس قبل ما نبتدي ونقول بسم الله متنسونيش باحلى حاجة منكم الدعوة. يلا ونشوف عملناه ازاي. بسم الله. جبنا اول حاجة صدر فرخة كده يكون كبير او حسب بقى طبعا عدد افراد الاسرة عندك الكمية زي ما انتوا عايزين. غسلناه ونضفناه كويس قوي وصفيناه من المية خالص. والتوابل بتاعتنا بسيطة وسهلة. معانا معلقة 7 بهارات او عندك بهارات فراخ زي ما اللي موجود عندك. معلقة بربكة عندك مدخنة تبقى احلى. ومعلقة فلفل اسود ومعلقة توم باودر وبصل باودر وملح. ورشة قرفة ورشة جنزبيل. في اسهل ولا ابسط من كده؟ هم دول التوابل اللي احنا عايزينهم. بتهيألي ودول موجودين في كل مطبخ. الحاجة التانية بقى اللي هنطعم وتخلي لون الشيش طاووق بتاعك جميل. معلقة صلصة ومعلقة مستردة. ما عندكيش مستردة مفيش أي حاجة هتقف قدامنا. واللي بيحب الأكل سبايسي كده والعشاق الأكل السبايسي معلقة هوت صوص أو رشة شطة. زي ما تحبوا. ما بتحبيش استغني عنها خالص. وعندنا حبة زيت زيتون. ما عندكيش زيت زيتون بالزيت العادي النباتي يكون طعمه حلو بس أهم حاجة. حطينا بتاع معلقتين كده. وهنقلب الفراخ بتاعتنا كلها كده. عندك صدور عندك اوراق اللي تحبي تعملي بيه الشيش طاووق اعمليه. زي ما ولادك بيحبوا. انا عندي بيحبوا الصدور. فقطعتها مكعبات اهو قدامكم. واهم حاجه ان انت تصفيها من الميه خالص. وهنجيب بقى هنا ليمونه حلوه كده. هنعصرناها عليها وهننزل بحبه خل. يبقى عندنا ليمونه عصرناها ومعلقتين خل كده اهو قدامكم. هنقلب بقى الخليط ده كله. ونعجن كده الفراخ بتاعتنا. وتسيبيها شوية هتبقى في منتهى الجمال. او لو مستعجلة زي وهتسوي على طول الطعم برضه هيبقى خطير. بس احنا عارفين كل ما تقعدي في التتبيلة هتكون احلى واحلى. او عايزة تشيليها وقت ما تعمليها براحتك هتكون جاهزة معاكي وفي منتهى الجمال. يلا بقى ونجهز حبة خضروات كده حاجات مفيدة وصحية. معانا هنا فلفل عندنا الالوان احمر واصفر واخضر. وبصل. عايزه تقطعي طماطم ناشفه كده كويس براحتك. انا بستغنى باللون الاحمر بالفلفل الاحمر. بيكون جميل وبيبقى شكله حلو. الطماطم بحس انها بتطري الموضوع شويه. اهو قدامكم قطعنا الفلفل مكعبات. فلفل اهو الاصفر والاحمر والاخضر والبصل. وجهزنا الخضار بتاعنا وزي ما احنا متعودين هنجهز كل حاجه هتكون الطريقه اسهل. وهتعملي حاجتك وانت مرتاحه. وبسرعه هتخلصي كل حاجتك وانت مرتاحه نفسيا كده. اهو قدامكم جهزنا الشيش طاووق وجبنا الخضار بتاعنا. وعيدان الخله بتاعت الشيش طاووق. ما عندكيش الخله انا بسهل لك كل حاجه عليكي. لو ما عندكيش في طاسه كده سخنيها على النار وانزلي بالشيش طاووق بتاعك فيها. ويطلع معاكي احلى شيش طاووق. اهو قدامكم سيختها وعملناها. انا ما رضيتش اطول عليكم لان كلنا عارفين احنا بنحط الشيش طاووق ازاي. وجهزناه زي ما انتم شايفين الالوان لوحدها تشهي. وشكل التتبيله تحفه. عايزه تحطي معلقه عسل نحل هيبقى احلى واحلى. انا نسيت احط معلقه عسل نحل. هتبقى جميله ويعني هي ما فرقتش معايا في الطعم في منتهى الجمال. ما عندكيش ونسيتي تحطي زي كده عادي. يلا الجريل بتاعنا يسخن زي ما شايفين الدخان كده. وننزل عليه بالشيش طاووق بتاعنا اهو قدامكم. وما تنسيش اهم حاجه تقولي بسم الله. ونزلنا بالشيش طاووق بتاعنا. والريحه لوحدها من اول ما حطينا على النار خطيره. يعني لوحدها تشهي. ودول بقى زياده على الجريل ما خدهمش وهنسويهم لوحدهم مره تاني. اهو قدامكم على نار بقى كده في الاول هتكون عاليه. لغايه لما ياخد الصدمه ديت. اهو مع بعض زي ما انتم شايفين شكل الالوان لوحدها لوحه. اهو قدامكم. بص خد اللون من الناحيه ديت وقلبناه على الناحيه التانية. في الوقت ده بقى هنهدي النار شويه. ونروح سايبينه بقى مع نفسه شويه كده زي ما انتم شايفين. شكله خطير. طبعا احنا يعني على قد ما نقدر هياخد اللون. ما خدهوش معانا واحنا بنسويه مفيش حاجه هتقف معانا. هوريكي وهنعمل له لون وشكله هيبقى في منتهى الجمال. سايبينه على النار بقى هنا هاديه خالص. جبنا شويه ميه في التتبيله اللي فاضت مع حبه الخضروات اللي فاضوا مننا مش هنرميهم دول بيبقوا خطير. اللي بيحب الصوص كده على مكرونه او رز في منتهى الجمال. ونزلنا بيهم على الشيش طاووق عشان نضمن ان هو استوى اكتر. وهنعمل ايه ان احنا هنهدي بقى النار ونسيبه مع بعض كده شويه على النار متوسطه.
هنغطيه وهنسيبه بتاع 10 دقايق كده، او 10 دقايق عشان نضمن التسوية تكون تسوية جميلة. غطيه وسيبيه، وهتشوفي احلى شيش طاووق وهيكون مستوي ونتيجة خطيرة وجوسي من جوه وفي منتهى الجمال. جربوه ان شاء الله بالطريقة ديت وهتدعوا لي. قدامكم الشكل لوحده اهو منتهى الجمال، والخضار بقى طعمه جميل واخد من التتبيلة. احنا عملنا معاه رز بسمتي ملون كده اصفر واحمر، هبقى اعمله لكم في مرة، انا نسيت اصوره الصراحة. في منتهى الجمال والطعم، والفلفلة خطيرة. حبة زبيب لو عندك، او حبة مكسرات ما عندكيش استغني خالص، مفيش حاجة هتقول لنا لا. في منتهى الجمال. كانوا حبة رز في منتهى الجمال. والتركية بقى اللي هتخليه خطير وزي ما بنشتريه واحلى وانضف من بره، هاتي فحمية كده وخليها تبقى جمرة كده على النار، وحطيها في الطبق زي كده، وانزلي عليها بمعلقة زيت وغطيها. الدخان ده لوحده بيعمل ريحة خطيرة، بياخد اي مشويات او حاجة عاملاها كده من فوق في حتة تانية خالص. الرز بتاعنا مفلفل ورزاية برزتها في منتهى الجمال اهو قدامكم. جهزنا بقى السرفيس او الطبق اللي هتقدمي فيه. لم عيالك كده وكلي، ويا رب دايما بيوتكم عمرانه كلها بالخير وبالفرحه وبالسعاده يا رب. والرز قدامكم مفلفل وفي منتهى الجمال، والشيش بقى في منتهى الجمال. يلا بقى هنشيل الفحمايه دي، شكرا ليكي قوي كده. ويلا تعالوا بقى نرص الشيش طاووق على الرز في منتهى الجمال. روعه، ريحه وطعم وحبه رز، كانوا الصراحه حاجه تشهي. قدامكم في منتهى الجمال، الشكل يفتح النفس والطعم كان خطير. وقدامكم هو لما دخلناه على الشواية خد اللون الجميل اللي زي ما انتم شايفين في منتهى الجمال. والخضار حلو اللي ولادنا هياكلوه بقى هيكون متبل وطعمه حلو. واهم حاجة ان احنا نعمل حاجة كده واحنا مبسوطين لولادنا، وربنا يحسن ما بين ايديكم ويبارك في اولادنا جميعا يا رب، ونجحهم وفرح قلبنا بيهم جميعا يا رب. ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم واكون فايدة ونفع عليكم. وما تنسونيش بأحلى حاجة منكم الدعوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.